عزيزي الأب عزيزتي الأم، لو شفتي حبوب زي اللي في الصورة دي في كتف أو ظهر ابنك فأنت محتاجة تقلقي، ومحتاج تقلق وتجيب ناس تقلق. احنا محتاجين نطمن ابننا بياخد ايه في السن ده. اهم حاجة عندهم تظبيط الفورمة وبنى العضلات، وسماع كلام الكابتن بيكون اهم من اي كلام تاني. في الغالب الولد بياخد مكملات فيها هرمون التستوستيرون. الهرمون ده صحيح هيساعده ان هو يأدي كويس في الجيم وعضلاته تبان من بره كويسة، لكن هيعمل شوية حاجات كده. منها مثلا ان هو بيزيد افراز الدهون في الغدد الدهنية، فيحصل الحبوب اللي شفناها في الكتف والظهر. ده اللي بيحصل من بره. من جوه بقى هيحصل ايه؟ خد عندك يا سيدي ضمور في الخصية، ضعف في الحيوانات المنوية، اضطراب في الشخصية، ارتفاع في انزيمات الكبد. وبعد شوية التستوستيرون ده لما يزيد هيتحول لإستروجين وهيعمل تثدي. محتاجين نفتش في ظهر الولاد وكتفهم، ولو لقينا الحبوب دي نسألهم بتاخدوا ايه من ورانا.